السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة لقراية الفنجان. بنشوفوا حظ كل برج بيقول ايه في الفنجان. تسلمولي على كومنتاتكم. هسيب لكم تحت الفيديو رقم الواتساب للقراءات الخاصة، اللي محتاج اي حاجة يخش يبعتلي على الواتساب وانا هرد عليه في اي وقت. تعالوا النهاردة نشوف فنجان برج الأسد. أنا البرج ده بصراحة بعشقه. تعالوا نسمي الله، نقوله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. برج الأسد، انت في نار دايرة وراك، في نار مشعللة وراك ورا ظهرك وانت لا مبالاة. في نار مشعللة وراك وانت لا مبالاة. بتحلم على طول بأحلام وحشة فيها حيوانات وفيها كلب بالأخص. دايما على طول بتحلم أحلام وحشة بحيوانات وكلب بالأخص. مستني خبر يا هيرجعك لحياتك الأساسية، يا إما هيدفنك بالحياة. انت مستني خبر يا يرجعك مبسوط ومرتاح زي الأول، يا إما هيحبطك وهتفضل على الوضع اللي انت فيه. انت مش مرتاح نهائي يا برج الأسد. في حد مش متسلط عليك، في حد ليه سلطة عليك كبيرة قوي، هو اللي بيأمرك وهو اللي بيقولك تروح فين وتيجي منين. قاعد على زي ما بيقولوا كده على كرسي العرش، زي ما بيقولوا كرسي زي كرسي الملوك كده. هو اللي بيقولك تروح فين وتيجي منين، هو اللي بيأمرك بكل تحركاتك. في ذئب في حياتك، في شخص عامل شبه الذئب يا برج الأسد. الشخص ده مش حلو خالص يا برج الأسد. كان في كان في أطفال وست في حياتك وانت لسه سايبهم، بس هم للأسف حالتهم غير مستقرة. في ست وفي أطفال انت لسه مفارقهم يا برج الأسد. في عيلة مكونة من 4 أشخاص وست كبيرة. مكونة من 4 أشخاص 4 أطفال يعني وست كبيرة. حزنانين عليك يا برج الأسد، حزنانين عليك يا برج الأسد. في حد مددلك ايده، بس للأسف في حيطة بينك وبين الايد اللي ممدودالك دي، وانت مش عارف تمسك بإيده. وفي أمواج كتير حواليك، يعني في كلام كتير، في عواقب كتير، وفي مسافات كتير بينك وبين الإيد اللي ممدودالك دي يا برج الأسد. بالنسبة لإناث برج الأسد، انتي في بيبي جايلك في الطريق. بالنسبة لإناث برج الأسد، في بيبي جايلك في الطريق. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. في لإناث برج الأسد، في 2 من النساء واقفين في ظهرك دايما ومحسسينك دايما دايما بالأمان. ده أنثى برج الأسد، ده لأنثى برج الأسد. برج الأسد، انت حاسس انك راكب زي حصان
وماشي مش عارف انت رايح فين. برج الأسد راكب حصان، مش عارف انت رايح بيه فين، انت مش عارف طريقك يا برج الأسد، لسه مش عارف طريقك قصاد الخبر اللي انت مستنيه، يا هيحييك من اول وجديد يا يحبطك. في حد من عندك يا برج الأسد تعبان، تعبان جامد. واحدة ست، في واحدة ست عندك تعبانة جامد، يعني زي ما بيقولوا كده مريضة فراش، على طول على السرير ومبتتحركش. يا جماعة ياريت تقولولي في الكومنتات، وياريت تكتبولي في الكومنتات انتوا عايزين برج ايه المرة الجاية. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة اسفل الفيديو، اللي محتاج اي حاجة يدخل يكلمني. برج الأسد انت قلبك فيه نقطة سودة لحد عزيز عليك، مش عارف تسامحه، مش عارف ترجع علاقتك بيه تاني، بس هترجع يا برج الأسد. انا عارفة ان انت هترجع، لان النقطة بتتمحي، يعني بص هي النقطة بتتشال، فانت هترجع له تاني يا برج الأسد. حاول تكسر الحجوزات والحواجز والحيطة اللي انت بنيها بينك وبين الايد اللي ممدودة لك دي. حاول تهد الحواجز دي يا برج الأسد، في ايد محتاجة مساعدتك جامد. وحاول كده تستعيذ من الشيطان قبل ما تنام، بسبب الأحلام المليانة كلاب وحيوانات اللي انت بتحلم بيها. وحاول تلجم لسانك شوية يا برج الأسد عن حياتك، حاول تلجم لسانك شوية عن حياتك، انت حياتك مباحة لأي حد، حاول تلجمه، يعني خلي أسرارك وكلامك لنفسك، ما تقولهوش لحد يا برج الأسد. كان معاكم قناة سدرة لقراية الفنجان، بنشوف حظ كل برج في الفنجان بيقول ايه. ياريت ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات محتاجين برج ايه المرة الجاية. اشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.